اهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند. وفي الفيديو ده هراجع معاكم مسلسل نتفليكس الجديد ذا 8 شو، فخليكم مستعدين ويلا بينا نخش في الموضوع. قبل اي 난 나갈 건데 뭐. 저 이대로 못 나가요. قبل اي حاجه في الدنيا عايز اقول لكم ان في تطور غريب في الدراما والسينما الكوريه، ومركزين جدا كمان على الكتابه لان اعمالهم محبوكه بشكل خرافي. وخلينا نعرف قصتنا بتتكلم عن ايه. قصه مسلسل ذا 8 شو بتحكي عن 8 اشخاص، كل واحد فيهم بيعاني بشكل ما في حياته، سواء كانت معاناه ماديه او معاناه نفسيه. بتتسبب معاناه كل واحد فيهم في انه يتخلص من حياته كلها وينتحر، ولكن بيتم استهداف الاشخاص دول من مصدر مجهول للهويه علشان يشاركوا في برنامج مكون من 8 اشخاص، ومش مطلوب منهم اي حاجة في الدنيا غير وقتهم. 난 그저 كل حاجة في قصتنا مجهولة، شروط البرنامج شروط مجهولة، هوية المشتركين مجهولة، وكل شيء في البرنامج مجرد. حتى ملابسهم الرسمية للبرنامج ملابس مجردة، فبيبدأ كل واحد من المتسابقين يختار رقم معين. الرقم ده بيمثل الطابق اللي هيعيش فيه، ولكنهم ما يعرفوش ان الرقم ده مش مجرد رقم بيمثل هو هيعيش في الدور الكام من الثمان ادوار. اتضح ان الرقم بيمثل مكانتك في المجتمع، فاصحاب الادوار السفلى بيتقاضون اموال اقل من اصحاب الادوار العليا. وانا الحقيقه حبيت جدا الغموض اللي حصل ده، لان هنا بيكون في اختبار للانسان نفسه في تشكيل قوانين يديروا بيها حياتهم، وليهم طبعا مطلق الحريه. كان ممكن بكل بساطه انهم يختاروا انهم يجمعوا كل الاموال اللي بيتقاضوها مقابل الوقت ويتقسموا عليهم هم التمانية بالتساوي، ولكن مش ده اللي حصل. اولا في عامل مهم جدا بيزود الوقت، وكل ما بيزيد الوقت كل ما كانت فرصتهم للربح اكتر، والسبب ده مجهول تماما. بيحاولوا يعملوا اي مجهود يديهم احساس انهم بيستحقوا الاموال دي فعليا، ولكن الجهد اللي بيعملوه في البداية مش هو سبب زيادة وقت البرنامج اطلاقا. مسلسل ذا 8 شو حقيقي عبقري لانه بيركز على مطامع النفس البشرية، وان شقاء الانسان او تعاسته بتتوقف على الانسان نفسه، وان احنا بايدينا قررنا اننا نكون طبقيين. لان في حالة لو انا هقدر اشتري خدمة معينة بالفلوس اللي معايا هتوفر عليا جهد، بكل تأكيد هعمل ده. وطبعا الشخص اللي بيقدم الخدمة دي بيطمع في تحصيل قدر اكبر من الاموال. مشاكل كل واحد فيهم اتحلت ماديا من اول كام حلقة. كان ممكن ياخدوا القرار بانهم ينهوا البرنامج على كده، وكلهم كانوا هيكونوا مرضيين على فكرة، وحالهم افضل بكتير جدا من قبل دخولهم للبرنامج نفسه. ولكن صناع العمل بيخلوا مطامع النفس البشرية هي اللي تمشي الاحداث، وان الخبث والخيانة ده طابع موجود بالفعل في النفس البشرية، وان المساواة ما بين البشر امر شبه مستحيل انه يحصل. احداث مسلسل ذا 8 شو كلها اثارة وتشويق وممتع جدا على مستوى الحوار والمواقف، ولكن العمل ده غير مناسب للمشاهدة العائلية. اولا لانه عمل فلسفي اكتر ومش ممتع على المستوى العائلي. ثانيا علشان في مشاهد جنس، يعني بس خليني اقول لكم ان المشاهد الجنسية مش مشاهد كتيرة ومش مزعجة، ولكن لا ينصح بالمشاهدة العائلية برضو احتياطي، خلينا نقول كده. وبس كده، دي مش كل حاجة عندي بكل تأكيد عن مسلسل ذا 8 شو، ولكن هنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبكل تأكيد ما تنسوش تدعوا لاخواتنا واهلنا في فلسطين. وهبقى اسيب لكم برضو لينكات لفيديوهات تانية ابقوا خدوا عنها فكرة، هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس بكل تأكيد. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.